السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم حواوشي يا جماعه. جايبين هنا بهارات اللهم صل على النبي، بهارات الحواوشي على بهارات كفته على شويه ملح زي ما انتم شايفين كده. ومعانا هنا كيلو لحمه ونص. لا كفايه كده. المصحف دول كيلو ونص. لا لا هي. ومعانا هنا بصل يا جماعه 3 بصلات ومعانا عيش. هنحط البصل على اللحمه زي ما انتم شايفين كده. طيب تصوري يا ندى وزع. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هندعك اللحمة في البصل في البهارات طبعا وشوية الملح، والملح بقى على حسب الرغبة بقى، يعني انتوا تشوفوا الملح وتدوقوا. بهارات الملح يا حبايبي، بهارات الحواوشي بتيجي من عند العطار او في او منها في جاهز. السوبر ماركت يعني. زي ما انتوا شايفين كده ندعكها كويس قوي. وكده يا جماعة هنفتح الرغيف بالمقص زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض تقولوا بقى للراجل ان آه. انتوا ايه؟ أيوة. عايزين عيش الحواوشي اللي هو بيبقى الصغير، بس هو طبعا الراجل جاب لنا اي عيش. انا كنت والله لولا عمليه عنايه النهارده انا كنت عملت لك كده. انا عامله عمليه عنايه امبارح، بس يا جماعه لولا كده كنت عملت العيش عجينه على ايدي، بس جبنا عيش ايه؟ جاهز يعني. برادي خد لك قلم من مبري، مش تاخد قلم مش مبري. صوري الرغيف من جوه يا ندى. جايباه من جوه. يبقى مليان لحمه كده. ايه يبقى مليان لحمه. مي بتقول لكم يبقى مليان لحمه. هي حاطه على كل نص كيلو لحمه اللهم صل على النبي بصل. بصله واحده. انت مدلله يا مي انت وندى. انا هنفتح الرغيف التاني. نفتح الرغيف التاني يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. في كتير اهو مبري، مش عايز ده. اديله قلم مبري بدل ما بس هيك يلا زي ما انتم شايفين كده، حته كبيره كده هبره كبيره هبر. ومي بنت بتحطها كده اهي زي ما انتم شايفين كده. حشينا الرغيف من اوله لاخره كده. من اوله لاخره. بتقول لكم أيوة. انزلي تحت يعني وريني كده. اه. افتحي كده يا مي، افتحي كده الرغيف. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه الرغيف من جوه ده ما ينزلش غير لما ناكل ونهضمه ونصرفه. ماشي. مش هننزل لكم الفيديو لما يتاكل يا جماعه. هنخلص بقيه الكميه ونرجع لكم تاني. هنا يا جماعه حجره الفرن، حطينا الصينيه اهيت. اللهم اكفينا شر النار وعذاب النار يا رب. ونزلنا على الحواوشي اللي احنا بعد ما عملناه. جايبه طبق فيه زيت هبل بالفرشه. طبعا انا عامله لسه عمليه امبارح في عينيا فمش شايفه كويس قوي يعني. هنعملها ندهنها من الوش ومن الظهر. دنيا ما تدهن انت يا دنيا عشان انا يا ندى قصدي، بس انا مش شايفه حاجه. ممكن تدهن انت يا ندى؟ انا مش شايفه هي دهنت ولا لا. كده دهنت كويس. طيب بصوا يا جماعه، دهناها من الوش ومن الظهر زيت. الحته دي فيها زيت ولا انا مش شايفه كويس قوي؟ ماشي يلا ادهني غيره، ادهني غيره. وهنروح عند الفرن ونسمي الله ونحطها كده في الفرن بتاعنا. يلا يا ندى ادهني تاني. دهنتي من هنا اهو. يلا سهلت لك الامور اهو. كويس كده عشان انا مش شايفه. مش شايفه ومصمم معه جنب الفرن يا جماعه والله. هيقولوا لي طب ما النار غلط على عينك. لا الدكتور قال لي مش غلط ولا حاجه. اهو دي كويس. انا كده كده لابسه نضاره احتياطي برضو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط كله بالطريقه دي يا جماعه. وبعد ما وانتوا معانا وكده يا جماعه خلصنا كل الكميه اهي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين المنظر والحلاوه والجمال اهو. هندخلها بقى الفرن بتاعنا على نار هاديه خالص ونسيب اللحمه لما تستوي. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه. مي بنتي حاطه على كل نص كيلو لحمه بصله واحده. لو انا كنت حطيت 10 بصلات على نص كيلو لحمه والله العظيم. كتروا البصل يا جماعه، ما تعملوش زيها كده. كتروا البصل في
خلوا نص كيلو لحمه على نص كيلو بصل، صح يا دنيا؟ يا دنا يا ندى. اكتر كمان. اكتر كمان. هي بتقول والله يا ندى بتقول لي احنا بنحط الكيلو البصل على ربع كيلو لحمه. ماشي يا جماعه، ما تسمعوش كلام يا بنتي. ماشي، بحبكم في الله. يخلص بس ونشوفوا هيبقى شكله ايه. حبايبي شايفين يا جمال يا جماعه الجمال بتاع العيش في الفرن. اللهم اكفينا واياكم شر النار وعذاب النار يا رب. اللهم اكفينا واياكم شر النار وعذاب النار يا رب. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. شايفين الحلاوه. يخلص بس العيش وانتوا معانا وهنطلعه دلوقتي. وكده خلص الحواوشي يا جماعه معانا اهو، طلعناه من الفرن. احنا لسه في اوضه الفرن والله. وبسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه؟ شايفين الدخانه؟ شايفين الدخانه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه فاخر من الاخر. الف هنا وشفا علينا هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. بحبكم في الله. تحياتي لكم جميعا في صداع الجعلي. سلام عليكم.